كابتن مجدي الشناوي. اهلا بيك كابتن مجدي. حبيبي شنو. اهلا وسهلا، ازيك يا كابتن؟ ازي حضرتك؟ الله يخليك يا كابتن. طبعا معانا ومشرفنا في الاستوديو الكابتن اشرف عبد الله. الكابتن ده نجم كبير، الكابتن اشرف عبد الله من اللعيبه اللي علمت مكانه والله وفي النادي المصري، وما خدش حظه في الكوره. ان شاء الله ياخد حظه في التدريب ان شاء الله باذن الله، يبقى من المدربين الجامدين في مصر باذن الله ان شاء الله. حبيبي يا شنو. يا كابتن اشرف، ازيك يا كابتن؟ اخبار العروسه ايه؟ تمام والله، تمام الحمد لله. مجدي ابو نسب خلي بالك. ايه ده انت بس مع بعض. كده. حبيبي يا شنو، بقول لك ايه، ظبط البنت كويس، احنا مظبطين الولا كويس. نعم، ظبط البنت كويس، احنا مظبطين الولا. تمام. حبيبي يا شناوي. ده شرف لينا يا كابتن اشرف. حبيبي يا شناوي، يا مجدي من الناس المحترمه واللي انا بحبهم، شخصيه جميله ومهذبه ومدرب فكري. لا والله انا بس انا عايز اقول حاجه، كابتن اشرف عبد الله فعلا من اللعيبه اللي ما خدتش حظها بجد، يعني مش مجامله. ربنا يخليك يا مجدي. ومن المدربين برضه الكويسين اللي علموا في النادي المصري، وهو مش اخد برضه حظه في التدريب، فاتمنى الفتره الجايه تبقى يعني بتاعت الكابتن اشرف عبد الله، لانه يستاهل كل خير. ربنا يخليك يا مجدي، ربنا يكرمك يا بابا. كابتن مجدي، طبعا يعني عايزين بقى نعرف يعني اهم المواقف اللي حصلت بينك وبين كابتن اشرف عبد الله داخل الملاعب. لا هي ما حبيتش الملاعب، هي بره الملاعب، هي بره الملاعب. بره الملاعب. احكي له عربيه يا مجدي، احكي له عربيه. كنا بنلعب ماتش كده في بره بورسعيد في دمياط، ماتش ثماني يعني كده مع ناس حبايبنا، ورجع مع كابتن اشرف عبد الله في العربيه بتاعته، وكان بيعدي عربيه وعايز يدخل في عربيه نقل، بس ربنا ستر يعني، ربنا يكرمك. انا ما ركبتش معاه بعدها. انا مش صبور، ما عنديش طاقه خالص. انا على الطريق، يعني انت ما عندكش طاقه تروح لي بالشارع، انما على الطريق. انا كنت انصح اي حد ما يركبش مع اشرف عبد الله وهو مسافر بجد، والله اي حد مستغني عن عمره ممكن يركب مع كابتن اشرف. والله وربنا ستر يوميها صحيح، والله ربنا ستر وربنا، لان عربيه نقل مقطوره، فانا مش صابر ان هي تيت ومش عايز يعديني، فانا عايز اخش فيها، فانا عديت، ونقلي كمان جاي تاني، خلاص ما فيش مفر، هنتفرم بين الاثنين، فربنا نجدنا يعني. والله يوم ما كان فمجدي قال لي ممكن انزل دلوقتي، قلت له خلاص بقى احنا هنكمل بقى على ميلي خلاص. طب كابتن مجدي، يعني هو في السواقه متسرع، هل كان في الكوره كده برضه؟ لا كابتن اشرف عبد الله بجد يعني هو كانت صفات لعيب دولي، مش لعيب محلي ابدا. تكوين الجسماني وفكره في الكوره ما كانش لعيب عادي يعني، كان يبقى غير عادي، بس طبعا كل شيء نصيب الحمد لله، وربنا يعوضه في التدريب خير يعني ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله اكيد طبعا كابتن مجدي. طب كابتن مجدي بقى، طبعا عايزين نستغل وجود حضرتك معانا، وعايزينك تطمنا بقى على الفريق الاول. مجدي كنت لسه بكلم مع اسلام بطمن عليه، لان انت عارف والده صاحبي استاذ صلاح صبح، فبالصدفه بطمن على صلاح، بتاخر عليا ما جاش، فقال لي ده انا في القاهره مع اسلام بنعمل اشاعه رنين، فعرفت ان طبعا اسلام مش هيلعب، فيعني انا مقدر طبعا ان انتوا يعني، انا عارف امكانيات اللعيبه، ربنا يكون في عون الجهاز الفني بقياده الكابتن انور. والله احنا يعني انتوا ما عندكوش لعيبه، يعني خط الدفاع ما فيش لعيبه مجدي، فانا مش عارف انتوا هتتصرفوا ازاي بكره. الاوراق اللي احنا بنلعب بيها قليله جدا يا كابتن. انا عارف والله يا مجدي، انا عارف والله. يعني احنا ما عندناش كم لعيبه نعتمد عليه في خطوط معينه، انا عارف فيعني احنا ماشيين كده يعني ايه، والله بنعمل اللي علينا، واللعيبه بتعمل اللي عليها، والتوفيق من عند ربنا طبعا. يا رب ان شاء الله. انا مش عايز اخش في يعني انا بفكر برضو معاك، يعني في احتماليه بقى ان يخش محمد مجدي مثلا، او يبقى فيه هشام عبد الرؤوف، ولا هل في فكره ثانيه هتجيلكم ان شاء الله؟ اتفضل يا كابتن اتفضل. ولا في فكره ممكن انتوا برضو عايشين مع الكباتن اللعيبه والرجاله بتاعتنا، فممكن برضو من خلال التدريبات نكتشف حاجه، او نفكر في حاجه في بديل، ونطرح حاجه جديده ممكن تحصل من كابتن انور وانت برضو وكابتن عباس. تمام كلامك يعني مظبوط. اتمنى مجدي ان احنا نعدي الماتش ده على خير ان شاء الله، لان برضه عبد العزيز برضه اثر علينا كتير برضه. اتفضل يا مجدي. كلامك مظبوط يا كابتن اشرف، واحنا كل اللي انت بتقول كده بيدور في دماغنا،
بس عشان في ضغط المباريات فمش عارفين طبعا نجدد طبعا بحد. طبعا طبعا طبعا. احنا ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه اللي هي فتره التوقف ديت هتلاقي وجوه جديده ان شاء الله، بس نتفق حتى لوجودنا في المسابقه يكون في وضع كويس يسمح لنا ان احنا بالظبط كده. يعني في الناس ديت، لان دول فاهم يعني ده في الاول وفي الاخر دول مستقبل النادي المصري. بالظبط بالظبط يا مجدي، بالظبط تمام. وده فكر الكابتن وفكر الجهاز طبعا والله. ده فكرنا. عايز اقول لك حاجه يا مجدي كمان، عايز اقول لك حاجه. يعني اسمح لي، يعني انا اتكلمت في نقطه كنت انا موجود مع الكابتن اسماعيل حفني، واتفق معايا الكابتن اسماعيل برضو فيها، واحنا بنحلل الماتش المصري وبتروجيت. انا قلت يا مجدي، قلت ان احنا الاربع ماتشات اللي فاتوا، يعني الثلاث ماتشات كنا بنبحث عن الفوز بعد ماتشين هزيمتين. فقد ايه كان في اصرار من اللعيبه، اخدت بالك، مع وجود الكابتن انور، ان يبقى في البحث عن المكسب حتى يعني نخرج من نفق الهزائم. فقد ايه ده محتاج يا مجدي مجهود قبل بدني، محتاج مجهود ذهني، والمجهود الذهني والمجهود البدني بيأثر على اللاعب. فبعد 3 مباريات طبيعي ان انت برضو تفقد كم كبير من الطاقه البدنيه اللي انت عاينها. زائد كمان يا مجدي، لا ده في نقطه اهم كمان يا مجدي، زائد كمان ان مع احترامنا للكابتن صبري واحترامنا، الاعداد ما كانش مناسب لتيم بحجم النادي المصري. الاعداد اللي تم لفريق النادي المصري ما كانش مناسب، وكان اعداد يليق باسم النادي المصري. وانا كنت متابع جيد للاعداد ده، ما كانش اعداد مناسب لفريق هيخوض مسابقه كبيره زي مسابقه الدوري الممتاز. فربنا يكون في عون الكابتن انور وانت وكابتن عباس والناس اللي معاكم، اخدت بالك، ربنا يكون في عونكم صحيح. ولازم جمهور بورسعيد يقدر انتوا بتعملوا ايه. انا عايز اقول حاجه بالنسبه للاعداد النادي المصري بدا بيه. اولا هي كانت سنه استثنائيه في تاريخ النادي المصري، كونك انك تشترك في الدوري في حد ذاته كان مطلب جماهيري. ده قرار جميل، ده قرار جديد. ده كان قرار مجلس اداره او جهه طبعا قرار محترم. امال ايه؟ فبرضه بدا في ظروف صعبه. تمام. واخد بالك؟ تمام. الموضوع ده فالموضوع ده طبعا خد وقت منهم، وبعدين لسه برضه يعني برضه نعذر الناس ديت، لان برضه الاحتكاك ما كانش على المستوى المطلوب. يعني انت ما لعبتش فرق درجه وضع ممتاز. فكل ده اثر برضه يعني مش يعني فالفتره الجايه ان شاء الله ديت نحاول. اللي انت قلته ده كلام جميل والله، وده في دماغنا، وان شاء الله في الوقت ده هنحاول نعمل الكلام اللي انت بتقول عليه ده كابتن. يا رب. انت عارف انا بحب الكابتن انور قد ايه. كابتن انور بالنسبه لي حبيبنا كلنا، وعلى فكره انا قاعد مع الكابتن سيف والكابتن عباس الكابتن انور شخصيه جميله. الكابتن انور طبعا في يعني نايم طبعا، مش عارف انه بينام بدري طبعا. ربنا يوفقكم يا مجدي، وان شاء الله نبارك لكم بكره باذن الكريم ان شاء الله. وكابتن سيف والكابتن احمد جوده وكل الجهاز المحترم، كل الجهاز المحترم الجميل اللي موجود، والكابتن عباس نور الدين، كل الناس اللي موجوده، والجهاز الاداري كله بقياده طبعا استاذنا كلنا الكابتن انور سلام. متشكرين يا كابتن. طبعا كابتن مجدي، عايزينك برضو تطمنا على كابتن احمد الشناوي وعوده كابتن احمد الشناوي. هل ان شاء الله هتكون من مباراه الغد؟ ان شاء الله كابتن جاهز، بس احنا لسه ما حطيناش الفرقه. بكره ان شاء الله نطمن على كل اللعيبه، وان شاء الله احنا هيبقى موجود. انما هو ان شاء الله هو جاهز ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله كابتن. احنا بنشكرك كابتن مجدي، وبنتمنى لكم طبعا كل التوفيق في مباراه الغد ان شاء الله، وترجعوا باذن الله وانتوا حافظين ال3 نقط ان شاء الله. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله دعواتكم لنا، ومتشكرين على التوفيق. يا رب التوفيق. سمحتوا لي ان انا يعني فرصه ان انا اكلم الكابتن اشرف عبد الله، وان شاء الله برجع برشاد اشوفه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله، واغلبك في الطاوله. انت حريف عليا. شكرا كابتن. شكرا كابتن مجدي. طبعا شكرا كابتن مجدي الشناوي. طبعا الشخصيات المحترمه. شوف انا عايز